صباح الرضا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على قلوبكم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة يا بنات فيديو بقى في عز المطر وعز بقى الجو الجميل اللي احنا كلنا معظمنا بيحب الجو ده يا بنات. جو المغيم والشتاء بقى ينزل والدفا يشتغل كده في شققنا. الدفا يشتغل ازاي؟ انت تخش مطبخك تشغلي بوتاجازك. أي أكل، لو أكلة بسيطة جدا بتبقى حلوة في الشتاء، بتلمي العيلة وبتدفي الدنيا وبتبقي واقفة في مطبخك وانت ما انت زهقانة ما انتش حرانة، وعارفة وواثقة إن شاء الله بإذن الله ان اللقمه اللي انت هتعمليها هتتاكل وهتبسط ولادك وهتبسط عيلتك. غير الصيف بقى بتبقي داخله عايزه اي حاجه خفيفه عشان خاطر الحر، وعشان خاطر بقى ما تزهقيش وما تزهقيش اللي حواليكي. فان شاء الله باذن الله فيديو النهارده هنتكلم معاكم النهارده باذن الله يا بنات. جات لي تليفون امبارح بتقول لي ايمان في مشاكل ما بيني وبين اهل بيتي، والمشاكل ديت بتأثر عليا أنا وجوزي. بتأثر عليها إزاي؟ إن هي بتاخد ذنب جوزها بذنب أهله، يعني تقول له أهلك عملوا أهلك خلوا، فبالتالي هو بيزعل وبالتالي هو بينفر. بصراحة فيديو النهاردة متنوع معاكم يا بنات، لأن الكهرباء بقى كانت عاملة عمايلها يعني في اليوم ده، كانت تقطع وتشتغل تقطع وتشتغل. فأنا كنت طبعا كنت بنصور، فقلت اللي أنا دخلت كده عشان خاطر بقى نطلع حاجة عشان نعملها النهاردة بإذن الله، أو في اليوم ده يعني عشان خاطر نعمل للولاد الغدا بتاعهم. لأن في اليوم ده ما وديتهمش الحضانة، الجو كان فظيع بصراحة، قعدتهم معايا في البيت. فانا دخلت فتحت الفريزر، فقلت بدل ما هي عماله بقى، لان الفريزر بتاعه افقي زي ما انتم عارفين، فانا قلت بما اني بقى اللي انا دلوقتي هنشوف نعمل ايه الغدا للولاد، وفتحت الفريزر وطلعت منه يعني معظم الحاجات اللي فيه. طب ما نغسله وننضفه بالمره كده ونشوف حاجات بقى بتبقى من الخبايا اللي انت بتبقى ناسياها. انت فاهمه ازاي؟ تيجي كده في مره تنضفي الفريزر بتاعك تقول الله الكيس ده كان فين، او الحاجه ده انا كنت شايلها ازاي، او التفريزات اللي انت ناسياها دي. فالمهم انا دخلت بقى ننضف الفريزر، يا دوبك كده هنشغل الكاميرا جت الكهرباء قطعت. قلت كويس ان الكهرباء قطعت، لان كده كده هنفصله من الكهرباء. قعدت بقى نضفته يا حبيباتي تمام. وبعد ما نضفته طلعت بقى كيس من الكرشه بتاعتي، كنت عامله كيس كرشه كده كان موجود، كنت ناسيه خالص خالص. طبعا الكرشه دي محدش بيحبها في البيت غير انا، يعني الولاد مش بياكلوها، وجوزي بما ان اللي هو في الشغل، فانا قلت لها هنطلع الكرشه. طب والولاد هياكلوا ايه؟ لقيت بقى سمك، برضو كان جوزي جايب سمك بحاري يا بنات، اللي هو السمك الاحمر ده، مش عارفه هو اسمه ايه بصراحه. لقيت 3 كده في كيس تمام، كنت عامله يعني، وكانوا باقيين في كيس كانوا زايدين فحطيتهم بتتبيلتهم. ولقيت سمكه برضو من اللي هي المتلجه دي برضو موجوده. قلت كويس انا هنعمل ده الغدا ده للولاد، وانا بقى كده كده ايه، هناكل كرشه بقى لوحدي. قلت ان شاء الله باذن الله. طبعا انا صحيت فطرت الولاد، لان هم طبعا بيصحوا بدري، انتوا عارفين بيصحوا الساعه 7 عشان خاطر بقى تعودوا خلاص على ميعادهم للحضانه. ففطرتهم بقى وقعدت بقى ايه، غيرت لهم وتقلت لهم لبسهم شويه والكلام ده كله. وبعد كده دخلت قلت لنا هنفطر حاجه خفيفه ان شاء الله باذن الله برضو، وعشان نبدا يومي. عملت كوبايه شاي باللبن، وسلقت بيضه كانت يعني أنا كنت سلقه بيض بصراحه، كانت باقيه بيضه كده منهم، حطيتها مع معلقه جبنه مع خيارايه، وقعدت بقى ايه فطرت، وهم جنبي برضو اكلوا معايا تاني. وده ان شاء الله باذن الله الروتين بتاع النهارده، ان شاء الله باذن الله هتستمتعي بيه وهتتمتعي بيه. بصي وريتيني النهارده اقول لك بسيط جدا، ابسط من ابسط مما يكون يا بنات. انا بقدم حياتي معاكم البسيطه جدا جدا، زي اي ست بيت زي ما قلت لك. مش عشان خاطر تصوير هنطلع يعني هنقول لك نشيل الناس فوق حملهم. الناس مش مستحمله اساسا، والله الناس مش مستحمله يا بنات. احنا في رضا وفي ستر وفي نعمه وفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه. فعشان خاطر كده يعني انا بس يعني بنرجو من كل القنوات، طبعا ربنا يرزقكم ويديكم ويرضيكم والكلام ده كله، بس راعوا الناس اللي بتتفرج يا جماعه. راعوا الناس اللي حالها على قدها، اللي ظروفها الماديه ممكن تكون مش لاقيه قوت يومها. انتوا فاهمين؟ مش لازم تطلعي تعملي بقى سفر والكلام ده كله يعني انا مش هقول لكم ان انا مش بنعمل، انا بنعمل في ايام بنعمل، بس برضو يعني نراعوا الناس دي يا جماعه. والله العظيم يعني ظروف الناس صعبه جدا جدا جدا. ممكن يكون في حد حاسس بينا، في حد مش حاسس بينا، في حد يكون حاسس بيهم هم. فاهمين ازاي؟ فعشان كده انا طلعت النهارده يعني انا لقيت كومنت على الفيس، على قناتي في الفيس يا بنات، قالت لي كلمة واحدة بس، يعني احمدي ربنا يا ايمان ان انت ليكي بيت وليكي شقة، انا نفسي يكون ليا باب ينقفل عليا. انت فاهمين الكلمة ديت ازاي؟ يعني ممكن معظمنا مش مقدر الحتة ديت، لان النعمة دي ربنا عطاها له. فبرضه كومنت جالي يا ايمان احنا بنلموا يعني فلوس عشان خاطر بس نجيب بطاطين عشان خاطر الناس اللي هي في الشوارع، واللي هي يعتبر عايشة في عشش يا بنات. فاهمين يعني إيه عشش؟ عشان خاطر السقعة والبرد اللي داخل عليهم دي. فعشان كده بصراحة يعني قلت لا إله إلا الله يا رب، يعني الناس طالعة
ممكن تقدّم أي محتوى بس مش حاسين باللي بعديهم أو اللي بيتفرّج، هتقولوا ممكن طَب هُم بيجيبوا نت منين عشان يتفرّجوا، اللي خلّاهم يشحنوا النت ما يروحوا يجيبوا أكل. بنات دلوقتي ممكن أنتِ تشحني باقة النت ديّة ب100 جنيه في الشهر، ال100 جنيه دي ما تروحش تجيب لِك وركين كده من عند بتاع الفراخ، ما تجيبلكيش وركين، يعني أنتِ هتروحي كده تجيبي نُص فرخة مش هتبقى بال100 جنيه، هتبقى أزيد بال100 جنيه، فعشان كده بس الواحد والله بيراعي على قد ما يقدر، وإن شاء الله بإذن الله كده ربنا يا رب يوسّع رزقنا كلنا ويجعلنا كلنا سبب في رزق لغيرنا، ربنا بس يجعلنا سبب. بس يا بنات والله ده اللي أنا حبيت نوضّحه النهارده، فقُلت لأ يعني الحمد لله على النِّعَم اللي ربنا عطاها لنا في كل شيء، أنا مش هننكسف من حاجة بنطلّعها بالعكس أنا هنطلّع للناس أبسط مما يكون، عشان نحسّسهم فعلًا أو فعلًا أنا زيّهم مش نحسّسهم، فعلًا أنا زيّهم، أنا مش يعني مش أزيد منكم في حاجة والله يا بنات، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعطي كل مشتاق بما يشتاق ويستر عباده كُلّك آمين يا رب العالمين، وينصر أهل غزة وفلسطين ويثبّتهم وينصر الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين. خلّصت فطرت معاكم يا حبيباتي، تمام؟ ودخلت بقى قُلت كده إن شاء الله بإذن الله هانضّف أوضة الأطفال، بما إن أوضة الأطفال الولاد بقى لهم يومين بصراحة بيناموا معايا في أوضتي، لإن الجو برد بيبرد بالليل جدًا، فكنت باروح نبُص عليهم بالليل نلاقي بقى أحمد شايل الغطا ووسام شايل الغطا وبُصّي بنات نايمين كده كمشانين في نفسيهم كده فاهمين إزاي؟ يعني طَب نغطّي يا دوبك نوصل الأوضة ننام شوية نرُد لهم تاني نلاقيهم برضه طَب أنتم سقعانين طَب ما تتدفّوا، ما فيش، فبصراحة خدتهم بقى معايا في الأوضة بينما أنا في النُص كده في وسطيهم وهُم واحد كده، واحد كده ونغطّيهم بقى وندفّيهم لإن الجو أصلًا برد جدًا والولاد صغيّرين أنتم عارفين. أنا ممكن خدت مرحلة على ما عوّدتهم اللي هُم يناموا لوحدهم، بس لأ صعب عليّا جدًا مش عشان خاطر نعوّدهم كده إن شاء الله بإذن الله في الصيف بقى كل واحد بقى إيه، حتى لو بُصّي بيقولوها يعني بالبلدي بتاعنا حصيرة الصيف واسعة، في أي مكان هتنامي. فأنا بنفكّر إن شاء الله بإذن الله إننا نضم السريرين الأطفال جنب بعضيهم وننام معاهم في أوضتهم. بس بصراحة ما بنحبش حتّة ضَم السرير دي خالص، بتحسّسني إن الأوضة زي ما يكون مركب طولها زي عرضها، بيبقى منظرها مش عاجبني، فأنا لسه والله محتارة بقى يا بنات، والله قولوا لي في الكومنتات بجد يعني، نسيبهم نايمين معايا في الأوضة بتاعتي والّا نضم السراير عشان برضه لمّا باباهم يبقى معانا نبقى موجودين كلّنا في أوضة واحدة، وأصل هتيجي مثلًا تنيّميهم في الأوضة معاكِ في أيام باباهم مش موجود، ولمّا باباهم يبقى موجود روحوا هناك، هتبعدي بقى القارة من أول وجديد، يبقوا زعلانين ومتأثّرين والكلام ده كلّه. فأنا دلوقتي بقى بنفكّر إننا نضم السريرين تاني لبعض، هنستحمل منظر الأوضة مش مهم، بس المهم بس الجو أصلًا يعني مش مساعد إن الطفل يبقى قادر يدفّي نَفْسه، وأنا بصراحة مش بييجي لي نوم خالص، وهنبقى قلقانة عشانهم. المهم وصلت لحد هنا يا قمرايا حُطّي لي اللايك والكومنت الجميل اللي يسعدني ويشرّفني طبعًا وجودِك معايا، وطبعًا الاشتراك يا بنات اللي بيرفع معايا قناتي، ربنا يخليكم ليّا طبعًا، وربنا يزيدنا إن شاء الله بإذن الله وما يقلّلنا، ونشكر كل البنات اللي انضمت للقناة جديد بجد بنبقى فرحانة بيكم جدًا، كل الكلام والله العظيم اللي أنتم بتكتبوه لي كلّكم ذوق، كلّكم أدب، كلّكم احترام، ما تتخيّروش عني، أنا بنتعلّم منكم، والله يا بنات أنا بنتعلّم منكم، باتعلّم منكم حُب الغير من غير أي مقابل، بنتعلّم منكم حُب الذات، بنتعلّم منكم اللي أنا نتمنى للغير الخير، لإن أنتم بجد ناس جميلة جدًا، ناس جميلة جدًا اللي أنتِ بتشاهدي معايا الفيديو، ناس جميلة جدًا اللي أنتِ بتستني فيديوهاتي، وناس أجمل اللي أنتِ بتجبري خاطر وبتكتبي الكلام الجميل اللي بيجبر خاطرنا كلنا يا بنات، الكلمة الحلوة زي ما قُلت لِك بتأثّر فينا جدًا. بُصّي بقى بالمناسبة النهارده طبعًا ممكن أنا يا بنات يعني ما باقولش خصوصيات الفيديو في أول الفيديو. فعشان كده ممكن ناس تخش في أول الفيديو ومش بتشاهد، فأنا كنا نرجو بس اللي بيبقى في أول الفيديو يكمل نهاية الفيديو. حبيبة ليا بتتصل بيا امبارح يا بنات بتقول لي: "إيمان أنا متجوزة برضه في بيت عيلة." وطبعًا برضه المشاكل اللي بتحصل نظير الفيديو اللي أنا نزّلته، يعني الفيديو اللي كان قبل ده، وبتقول لي إن جوزها يعني بيعزّها جدًا ومحترمها جدًا وبيحبها جدًا والكلام ده كلّته، بس هي بقى لمّا حد يزعّلها في البيت، فبالتالي بقى بتيجي على جوزها، أنتم فاهميني إزاي؟ يعني تقول له أهلك الكلام ده كلّته، فهو بالتالي ساعات بيزعل، ساعات بيزهق، ساعات مثلًا خايفة إن العلاقة ما بينها وبين جوزها إن هي تنضر، فأنا والله يا بنات هاقولها لكم كلمة واحدة بس، بُصّي يا حبيبتي، حتى لو ما فيش مشاكل ما بينِك وبين أهل جوزِك، الراجل في 3 حاجات اوعي تتعدّيهم معاه. بجد هتخسري علاقتِك ما بينِك وبينه. أول حاجة تمام، إن أنتِ تحترميه، تحترميه في وجوده وفي غيابه، وكمان حاجة لو في ما بينكم وبين بعض خِصام اوعي تهجريه، يعني إيه تهجريه؟ يعني ممكن في ناس
أول ما بيبقى ما بينهم وما بين بعض خِصام، لا تغسل له ولا تكوي له ولا تأكّله ولا تهتم بيه ولا كإنه عايش معاها وتعيش حياتها هي وولادها وخلاص، وتهجره بمعنى أصح. حتى لو في مناسبة هتنضم هي وياه في مناسبة ورايحين سوا، تقول له روح أنت أنا مش رايحة معاك. حبيبتي أنا باكلمِك بالبلدي، لأ طبعًا ده أكبر غلط يا بنات. لأ، حتى لو في مشكلة ما بينكم وبين بعض، في المشكلة تبقى ما بينكم وبين بعض بهدوء. يعني القلوب الصافية فاهمة، اتعلمي بالعكس ده الفترة ديّة أكتر فترة تهتمي بيه بزيادة، تهتمي بلبسه، تهتمي بنضافة بيته، تهتمي بكويان هدومه، تهتمي بأكله، تهتمي بوجوده معاكِ في البيت. لو أنتِ في ما بينِك وبينه أي خِصام ورايح مثلًا مناسبة وكنتم معتمدين إن أنتم هتروحوا مع بعض، روحي عادي كأن ما فيش أي حاجة خالص، هتبُصّي تلاقي الحياة مشت، هتبُصّي تلاقي أصلًا الخِصام اتنسى، لو إنه المفروض ما أصلًا ما يبقاش في خِصام. دي أول حاجة. تاني حاجة اوعي تنسي الفضل ما بينِك وبينه، يعني أول بقى ما يحصل ما بينِك وبينه تاتش وزعّلِك في حاجة، ده أنا عمري ما شُفت معاك يوم حلو، والله العظيم بجد. ده أنت عمرك ما ورّيتني يوم حلو، ليه؟ أنت نسيت الخير اللي هو عمله لِك، نسيت الحب اللي هو ادّاه لِك، نسيت الاهتمام، نسيتِ كل حاجة حلوة، ليه بتفتكري الحاجة الوحشة، ليه؟ ده أنتِ لو هو عامل لِك حاجة وحشة لو حاجة حلوة يعني طول عمره بيعمل الوِحِش ويعمل لِك حاجة حلوة، قدّريه وقيّميه ويعني حسّسيه فعلًا اللي هو عمل لِك حاجة حلوة، فبالتالي هيدّيكِ أحسن. اشكريه على الحاجة الحلوة اللي هو عملها لِك، عشان خاطر بعد كده والله هتحسّسيه بذاته، هتحسّسيه إن هو فعلًا عامل معاكِ حاجة، هتحسّسيه فعلًا إن هو ليه قيمة عندِك. بُصّي لو حاجة بسيطة جدًا اشكريه عليها، هتبُصّي تلاقيه عاوز يعمل لِك الأحسن، عاوز يعمل لِك الأحسن. تاني حاجة بقى المشكلة اللي هي الأساسية بقى اللي هي بتتكلم عليها اللي بتقول لأهله، حبيبة قلبي يكفيكِ هو، يكفيكِ هو لمّا يقول لِك معلش ما تزعليش، معلش أنا نعمل إيه مش بإيدي، هُم نظامهم كده، هُم مثلًا آخرهم كده أولهم كده، تقولي له كلمة واحدة بس، حبيبي أنت تكفيني، أنت عندي بالدنيا وما فيها. صدقيني الكلمة دي يا بنات يعني مقامها كبير جدًا، جدًا لو جرّبتيها ولو عملتيها. يا رب بس تكوني سامعة الفيديو النهارده. أنا كلمتِك طبعًا بس أنا بنعرض يا بنات المشاكل ديّة معاكم في الفيديو، بحيث كلنا ممكن تمُر علينا المشكلة دي في البيت. لو أهله مهما يكونوا بيعملوا والّا بيخلّوا، يكفيكِ هو. يكفيكوا وجوده معاكِ، يكفيكِ احترامه ليكِ، يكفيكِ اكتفاؤه بيكِ، يكفيكوا حنانه عليكِ. أنتِ عايزة منهم إيه حبيبتي؟ يعني الواحدة من دُولة ممكن يكون أهل جوزها كويسين معاها، بس جوزها مثلًا أسلوبه مش كويس أو الكلام ده كله، ما تبقاش طايقة حياتها. أنتِ ما تنكديش عليه بسبب أهله، لإن هو مش بإيده يعني. أنتِ مش هتبقي مبسوطة لمّا يروح يتخانق مع أهله بسببِك، فاهمة؟ بالعكس ده أنتِ ما بتبقي مبسوطة لمّا يكون هو مقدّرِك، يكون هو محترمِك، يكون هو بيرُد حقِّك بالأدب والاحترام، حاسة اللي أنتِ وراكِ سَنَد ووراكِ راجل بتعتمدي عليه، حاسة فعلًا اللي أنتِ ليكِ هاقول لِك إيه، هو الراجل هو السَنَد يا بنات والله، السَنَد من بعد ربنا. الأخ زي ما بيقولوا بيبقى خلاص بيتجوّز بيبقى لمراته، بيبقى لعياله. بينِك وبين أخوكِ المودة والأدب والاحترام، بس مين اللي محتويكِ ومين اللي بيطبطب عليكِ ومين اللي مراعي مصالحِك ومراعيكِ أنتِ وولادِك، هو جوزِك، ما لكيش حد في الدنيا من بعد ربنا إلا هو. ربنا طبعًا يبارك لنا في كل أزواجنا يا بنات يا رب ويهديهم ويصلح الحال لينا وليكم. فعشان كده يا حبيبتي ما تغلطيش الغلطات ديّة، أنتِ كده بتبعديه عنِّك، أنتِ كده بتخلّيه ينفر منِّك، حسّسيه بالسعادة، ما تبقيش زي ما بيقولوا إيه، برميل هُم بيقولوها كده، برميل كآبة في البيت، لأ. بالعكس، حسّسيه بالفرق اللي أنتِ اللي أنتِ خلاص يعني ابتدي من النهارده، من أول ما سمعتِ الفيديو النهارده، لو أنتِ فعلًا فيكِ ال الصفات دي وبتعمليها بلاش، ابعدي عنها عشان خاطر يعني الحياة يا بنات مش مستاهلة والله، وأي حاجة حلوة بتعُم على البيت كلّه، وأي حاجة وحشة برضه بتعُم على البيت كلّه. يا رب النهارده الفيديو ما يكونش طوّل معاكم، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا مني النهارده يا بنات، ونكون اللي أنا قدّمت النصيحة اللي أنا عايزة نقولها لِك يا حبيبتي في الفيديو، وتكونوا كلكم استفدتوا إن شاء الله بإذن الله. اللايك والكومنت بقى الجميل اللي بيسعدني وبيفرحني وبيشرفني وجودكم معايا. والله يا بنات لو ممكن نكلمكم من هنا لبكرة الكلام مش هيخلص، بس عشان خاطر وقت الفيديو وزي ما قلت لكم وقتكم، وكمان حاجة عشان خاطر النت مش مساعدني إن أنا نعمل فيديوهات كبيرة أو طويلة، فعشان كده بنقصر في الفيديو على قد ما نقدر. خلصت عملت الغدا معايا أهوت، حمرت لهم السمك وعملت رز وعملت سلطة، وأنا بقى نستنى الكرشة بتاعتي لما تطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.